نصب علينا. فبنقول لكم ده وبنقول لكم ده عشان ايه يعني ما نحرمكمش من حاجه. هنا موضوع التكاسي دايما الواحد يخلي باله منه دلوقتي ولحد النهارده لحد دلوقتي انا التاكسي من اليوم دوت عملنا عليه كروس. يعني ما نركبوش الا للضروره. للضروره نركبه بنبقى مرتبين مين هينزل اول، مين هيدفع، مين تسيب الباب مفتوح، يعني عارفين اللي هو بنعمل ترتيبات قبل ما ننزل. وبالذات لو معانا حاجه بناخدها في ايدينا قبل ما ننزل. واحد مثلا قاعد لحد ما يدفع، التانيين بيكونوا خلاص لما الحاجات شايلها في ايديهم. بعد كده واحد ننزل ادينا عجله القياده بس اقول لهم اديهم بقى. اخد منك العجله. خد العجله. احنا كنا يا دوب كنا اول شهر لينا تقريبا ونازلين بنجيب حاجات البيت، العفش بتاع البيت وحاجات بقى. كنا رحنا نجيب في الوقت ده، كنا جبنا ادوات منزليه للمطبخ ومش عارف ايه، حاجات المطبخ، حلل ومش عارف وشوك ومعالق ومفارش وبتاع. فخدنا تاكس. احنا كنا ساكنين في الوقت ده في بيلك دوزو، فخدنا التاكسي البيلك دوزو وحطينا الحاجات في ظهر العربيه. هو اللي كان مصمم سبحان الله يعني. هو كان واقف لنا يعني. هو قبل ما احنا نطلبه يعني. تحس اللي هو كان ايه يعني. احنا طبعا الحاجات دي افتكرناها او ركزنا فيها بعد ما اتدربنا يعني، بعد ما يعني التاكسي ما كانش يجي بالصدفه كده ماشي واحنا وقفناه، لا هو تحس اللي هو ايه متابع لنا. حتى لما جينا خدناه كان هو واقف مستني، فزي ما يكون خد باله اللي احنا مثلا ايه شايلين حاجات او هو رسم الخطه قبل ما احنا نركب يعني. فالمهم اول ما احنا جايين نركب راح فاتح الباب وراح جالنا ورا وقال لك ايه احنا دايما يعني لو الحاجات مش كتيره قوي بنحطها جنبينا في الحته. هي كانوا كيسين كبار بس كان ينفع عادي ان احنا نحطهم جنبينا. يعني ما هو قال لك لا ايه خليهم ورا في الشنطه، فقلنا مش مشكله حطيناهم ورا. ما حطيناش خوانه بقى ساعتها، احنا مش حاطين خوانه ولا حاجه، فقلنا خلاص نحطها ورا مش مشكله. المهم فانا كنت قعدت قدام والمدام مهيا قعدت ورا ومشينا. فلما جينا قربنا على البيت وخلاص احنا قريبين على البيت، فالمفروض ان احنا ايه هو جه في الحته بقى ايه صعبه يعني، لازم يتحرك بسرعه يعني، مش حته اللي هو يقف واحنا نروح وناخد حاجتنا يعني احنا قلنا له خش يمين على شارع البيت، هو مرضيش. هو وقف بره ناحيه الاشاره جنب الاشاره. طبعا عربيات من ورا عايزه تمشي فعلى طول. فانا نزلت وورايا المدام. احنا يا دوب احنا كنت حاسبته ولا ما حاسبتوش؟ حاسبته يعني كمان على اساس ان انا بقول له يفتح الشنطه. انا حاسبته وهي نزلت عشان تفتح الشنطه ورا. فالمهم انا يا دوب رجعت كده وهي لسه بتلف عشان تاخد الحاجه، صاحبنا اخذ الرابع على طول والاشاره كانت فاتحه. فطبعا انا وهي بصينا لبعض كده يعني عارف المفاجاه الصدمه خليتك ان انت ايه مش قادر تقول حاجه وانت مش عارف تركي اصلا. احنا جايين مش عارفين اللغه يعني، ما كانش في لغه، مفيش لغه مفيش اي حاجه ومش عارفين نقول ايه. فانا وهي بصينا لبعض كده بدنا نبص لبعض. انا افتكرت في الاول ان التليفون كان انت لسه وقتها تليفون وكان معايا الحمد لله التليفون كان في جيبي الحمد لله. كان تليفون جديد وقتها وتليفون غالي كان وقتها لسه جايبه. فانا هو كان فاتح اللوكيشن، فانا افتكرت ان هو خد التليفون وجري. انا كل همي مش الحاجه خالص ان التليفون يعني التليفون بثمن الحاجه 5-6 مرات بالظبط. كان تليفون جديد وغالي. انا جاي ببص بقول التليفون بعد شويه لقيت محمد بيقول لي لا التليفون معايا، الحاجات هي اللي راحت. بعدين مش عارفين نعيط ولا نضحك ولا نعمل ايه. يعني فضلنا نبص لبعض كده. لكن من وقتها بقى عملنا خطه، قلت لها بعد كده نركب اي تاكس انت ما تنزليش من التاكسي لحد ما انا لو هو خطفك وجري مش مشكله تضحي بيا. شفتوا؟ قلت لها مش مشكله هبعت له خطاب شكر بعتم بيه. هي بتقول لي يعني انا افضل انا رهينه اقول لها. قلت لها خليك انت رهينه لحد ما ايه حاسب انا واطمن، لان هو مش هيجري طبعا، ما هو مش هياخد بني ادم مثلا ويجري بيه. لا وبعدين هياكل ويشرب بني ادم يعمل بيه ايه. فانا قلت لها انت ايه تفضلي قاعده ما تتحركيش من مكانك لحد ما انا انزل ولو في شنط وحاسب واطلع الشنط وبعد كده تطلعي من التاكسي. فبقينا نطبق الخطه دي ماشيين عليها الحمد لله. بس لحد دلوقتي مفيش حد عمل. انا كان نفسي عشان اطلع رهينه. الله يسامحك الله يسامحك. كنت هبعت له خطاب شكر. انا طبعا بهزر طبعا يعني، بس ايه بنحاول مره هي يعني مره نقعد كده على حسب القعده بتبقى فين في التاكسي. بس خلاص اتعلمنا. بس من ساعتها ما بقيناش يعني بنركب بس للضروره يعني. عامه حتى انت لو جيتوا هنا للضروره. بس هو شوف اقول لك حاجه برضه موقف فردي.